فاكرين التتبيلة اللي عملناها مع بعض قبل كده ساعة ما جبت 4 فرخات وقسمتهم وتبلت فيهم تتبيلة؟ قلتلكوا هي دي التتبيلة الخطيرة. تعالوا ما اقولكوا هنعمل النهاردة الفراخ بالطريقة دي ازاي، وهنعمل كمان حلة المكرونة التحفة دي. هفكركوا بالتتبيلة. جبت كده شوية بصل، 3-4 بصلات قطعتهم وحطيتهم كده في طبق، ونزلت عليهم بمعلقة كبيرة او معلقة ونص من السماق، معلقة ملح ومعلقة فلفل اسود. طبعا انتوا كتروا ملح شويه لان التتبيله كانت عايزه ملح، فانا زودت في الاخر. بعد كده نزلت عليها بالفراخ اللي انا مقطعاها الورك نصين، فخده ودبوس، ومقطعه الصدر شايله منه الجلد وشايله منه الجناح، ومقطعه الصدر عامله فيه فتحات 3-4 فتحات كده. حطيت الفراخ بالتتبيله بتاعتها دي في الفريزر، والنهارده بقى جاي الاوان اطلعها من الفريزر ونعملها سوا. سبتها لما تفك شويه، وجبت بقى عندي صينيه فرن، حطيت فيها، قطعت بصلايه وحطيت ملح وفلفل، وحطيت 3-4 معالق من الزيت، ودعكتهم كويس، ونزلت عليهم بالفراخ بتاعتي اللي انا مطلعاها من الفريزر بعد ما باتت في التتبيله يومين وثلاثه. اخر حاجه عملتها رشيت كده شويه زيت من فوق، وكتمت الكلام ده كله بورق فويل ورميته في الفرن. تعالوا نعمل المكرونة. جبت دورق الخلاط، قطعت 3-4 طماطم طرية وقرنين فلفل اخضر ومعلقة كاتشب ضروري قوي نحطها، ومعلقة من الصلصة، وزودت عليهم مية وضربتهم في الخلاط. جبت الحلة بتاعتي على النار، معلقة كبيرة من السمنة ومعلقتين من زيت الذرة، ونزلت عليهم بمعلقة كبيرة من الثوم المهروس. لما الثوم كده اصفر نزلت عليها بالطماطم اللي انا ضربها في الخلاط. طبعا صفيتها كويس لان هنا في طماطم بقشرها وفلفل اخضر كمان. تقدري بقى في الطماطم دي تزودي فلفل الوان، فلفل احمر او اصفر براحتك. قلبتها بقى كده تقلبتين حلوين على النار، وهزود بقى الفلفل الاسود والملح بتاعي، وهسيبها بقى كده على النار تتسبك تماما. واشوف بقى هزود ايه كمان. عندي بقى قرن فلفل حامي هقطعه نصين وازوده. تقدري طبعا ما تحطيهوش، بس هو كده هيدي نكهة حلوة والدنيا هتبقى تمام، مش باين قوي انه حامي. لما بقى الصلصة اتسبكت شوية نزلت بالمكرونة المسلوقة. ده كيس من المكرونة المسلوقة. هقلبه طبعا، وهخليه على نار عالية لمدة 10 دقايق. واخر حاجة بعد 10 دقايق هبدأ اوطي النار واغطيها طبعا، واسيب بقى المكرونة بتاعتنا لما تبقى تمام وتستوى تبقى زي الفل. في الوقت ده صينية الفراخ طبعا في الفرن. طلعت صينية الفراخ بعد نص المدة، يعني بعد نص ساعة بس. طلعتها جيت اشوفها كده لقيتها تمام ونزلت كمية مية حلوة. هبدأ بقى، لقيت الطعم محتاج شوية ملح وفلفل، زودت كده ملح وفلفل وقلبتها كده. قلبتها يعني جبت اللي تحت فوق واللي فوق تحت. انا مزودتهاش مية خالص، المية دي نازلة من البصل ومن الفراخ. هبدأ بقى ادخلها الفرن تاني تحت على يعني على الصاجة من تحت. وبعد بقى ما استوت تماما شلت ورقة الفويل وحطيتها تحت الشواية، وبقت بالجمال والحلاوة دي. أكلة كده تحفة جميلة جدا. نكهة الفراخ فيها عالية قوي قوي قوي، لأن السر إن أنا بيتها في التتبيلة. تقدري تعمليها وتبيتيها في التتبيلة، أو زي ما أنا عملت حطيتها في الفريزر كام يوم كده وبقت حاجة جميلة. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير، ولو انتوا على الفيسبوك تعملوا لي فولو على صفحتي على الفيسبوك. المكرونة طبعا خطيرة، اعملوا الوصفة دي جميلة جدا. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.